أحبها حبا شديدا فتزوجها، ولكن دخل بينهم إبليس بشري فأغراها بماله وأسلوبه الماكر، حتى بدأت باختلاق المشاكل مع زوجها، وبدأت تعايره بفقره حتى طلبت الطلاق، فطلقها بعد أن حكم القاضي بذلك. المفاجأة ليست هنا، الصدمة أنها بعد طلاق تزوجت من ذلك الرجل الذي جعلها تعصي زوجها وتتمرد عليه حتى تطلقت. شاهد القصة كيف انتهى بها الحال بعد طلاقها من الرجل الذي أخلص وأوفى معها ولم يكن عيبه سوى أنه فقير. القصة تقول إن سلطان أحب سلوى حبا شديدا، وبعد حب دام سنين تقدم لها، ووافق أهلها على زواجه بابنتهم. بعد الزفاف سكن في كوخ صغير، لكنه بمثابة قصر عند الأزواج العاشقين والمحبين لبعضهم. كانا سعيدين رغم فقرهما ورغم ظروفهما، ولكن كان هناك في القرية التي يسكنها شاب غني، وكانت عينه على سلوى. بدأ يظهر أمامها في كل الأماكن التي تذهبها، يدور حولها، يرسل لها بعض الهدايا والأموال، وكان يرسل لها كل ذلك مع امرأة عجوز شريرة رضيت بتفريق سلوى عن سلطان. كانت تقول لها: ما الذي يرغمك على العيش مع رجل فقير وأنت فتاة بارعة الجمال؟ أنت لا تستحقين هذا العناء. استمرت العجوز بعملها الشرير، وكانت تأتي عندما يذهب سلطان للعمل وقبل عودته تغادر المنزل. بدأت سلوى تختلق المشاكل وتصطنعها من لا شيء. استغرب سلطان من تصرفات سلوى وتغيرها المفاجئ. أصرت سلوى على إذلال زوجها سلطان وإهانته بالكلام، حتى إنها وصل بها الأمر إلى إذلاله أمام الناس برفع صوتها وقولها: أنت شخص فاشل، أنت شخص فقير، أنا مللت العيشة معك، أنا لم أعد أحتمل. وكان سلطان يقول لها: اصبري يا امرأة، سيتحسن الوضع بإذن الله، وسيرزقنا الله، ونسكن بمنزل أفضل، ونأكل ما نريد، أريد منك الصبر وإعطائي فرصة. لكن سلوى زادت بعصيانها وتمردها حتى طلبت الطلاق. لم يرد سلطان أن يخسرها ولا يريدها أن تخسره لأنه كان يحبها كثيرا، ولكن حين وصلت مشاكلها إلى ما لا يحتمل، وبعد أن رفعت عليه شكوى عند قاضي القرية، طلقها وغادر المدينة بعد أن عرف حكايتها وخيانتها له وعرف سبب تمردها. غادر سلطان تلك القرية، وفي طريقه صادف في الغابة عصابة شريرة محيطين برجل، ويطلبون منه وضع ما لديه من أشياء ثمينة لهم، فاختبأ خلف شجرة، ثم صوب سهامه نحوهم، وأصاب منهم البعض، وفر الآخرون. ثم اقترب من ذلك الرجل وهو يقول: أرجو أن لا يكن أصابك منهم شر. قال الرجل لسلطان: لولا الله ثم أنت لسلبوني كل شيء وقتلوني. فقام سلطان بمساعدة الرجل على النهوض، وما هي إلا لحظات حتى اجتمع حول سلطان والرجل مجموعة من الجنود، وهم يقولون للرجل: أين أنت يا سيدي؟ لقد بحثنا عنك في كل مكان. تفاجأ سلطان، وابتسم الرجل وقال: هل تعلم من أكون؟ قال سلطان: من أنت؟ قال الرجل: أنا ملك هذه البلاد، وخرجت للصيد، وأحببت أن أختلي لنفسي ولو لحظات، فأمرت الحراس بأن لا يتبعوني، فصادفوني تلك العصابة وكادوا أن ينلوا مني لولاك. قال سلطان: الحمد لله على سلامتك، والآن استأذنك بمواصلة السير. قال الملك لسلطان: وأين ستذهب؟ قال سلطان: لا أدري، لأرى أين سينتهي بي السير. قال الملك: أنت ضيفي ولن تبرح قبل مكافأتك. قال السلطان: ما دمت قد قررت استضافتي فلي الشرف بذلك، فعار علي أن رفضت كرمك. عاد الملك ومعه سلطان إلى القصر، فاستضافه أحسن ضيافة، وأكرمه، ونام تلك الليلة في قصر ذلك الملك. وفي الصباح نادى لأحد حراس الملك وقال له: اذهب إلى الملك وأبلغه أن يأذن لي بالرحيل. ذهب الحارس للملك وأخبره بأن سلطان يستأذنه الرحيل، وسلطان منتظر إذنه، فتفاجأ بالملك نفسه آتيا إليه يقول له: أين أنت ذاهب؟ وهل لملك مثلي أن يخسر شابا شجاعا وخلوقا مثلك؟
بالأمس كنت ضيفا، ومن الآن أنت أحد أهم رجالي في المملكة، عد لغرفتك حتى استدعيك. عاد السلطان لغرفته، وذهب الملك إلى مجلسه حتى أكمل عمله اليومي مع وزرائه، ثم استدعى السلطان. أقبل سلطان مجلس الملك، فقال له الملك: ألم تخبرني باسمك؟ قال له: اسمي سلطان. ابتسم الملك وقال: يا سلطان، أنا أميز الرجال وأعرف الأنذال من نظرة عين، فقد وجدت فيك معنى الرجولة والشهامة، فقررت أن لا أخسرك، وأريدك بجانبي ابنا ورفيقا. فأنا لا أملك من الذرية سوى بنت واحدة، أخبرني، هل أنت متزوج؟ قال سلطان: كنت ولكن انفصلنا. قال الملك: يا سلطان، لقد قررت أن أزوجك ابنتي، فهل تقبل ذلك؟ قال سلطان: ولكن يا سيدي، بهذه السرعة وثقت بي هذه الثقة؟ قال الملك: نعم يا سلطان. قال سلطان: إذا كانت ابنتك راضية بي بقناعة تامة فأنا موافق، أما إذا كانت موافقتها مجرد إرضاء لك فلا. قال الملك: لقد تقدم لخطبتها الكثير ورفضت، مجرد أن ترى الشخص الذي يخطبها ترفضه، فلا تخف، فابنتي تعرف الشخص السيء من الخير. فاستدعها الآن وأخبرها وستراك، فإن وافقت فقد عرفت أنك المناسب، وإن لم توافق فهذه قناعتها. فاستدعى الملك ابنته وأخبرها بأن سلطان أتى لخطبتها، نظرت لسلطان نظرة طويلة ثم أشارت برأسها نعم. قال الملك: على بركة الله، فأقيم لهم حفل زفاف عظيم. وبعد زواج سلطان من ابنة الملك زاد الملك حبا وتقربا منه، وكان في كل مرة يعطي سلطان منصبا أعظم من السابق، حتى وصل به الأمر أن جعله ولي عهده. وما هي إلا أيام وتوفي الملك. وفي المقابل، سلوى تذوق الأمرين من زوجها الجديد المخادع، فكان يهينها ويضربها، ويقول لها: أنت خائنة، خنت زوجك السابق، ولا استبعد أن تخونيني. زاد تعذيبه لها وإهانته، وكلما اشتكت به عند وال أو قاض أو ملك عادت خائبة دون إنصافها. أشار إليها رجل من رجال القرية قائلا لها: إن في المملكة الفلانية ملكا لا يظلم عنده أحد، فإن وصلت إليه لن تعودي إلا وأنت راضية بحكمه وإنصافه. فذهبت سلوى إلى المملكة التي أشار إليها الرجل، قاصدة ذلك الملك، وهي لا تدري بأن من تريد عدالته قد ظلمته شر ظلم وخانته شر خيانة. وصلت سلوى تلك المملكة، ولما قابلت بعض أبناء تلك المملكة قالت: أين قصر ملككم؟ لقد أخبروني بعدالته وصرامته، وأنا فتاة مغلوبة على أمري. فدلوها على قصره. وحين وصلت بوابة ذلك القصر رفض الحراس إدخالها، فصاحت سلوى بأعلى صوتها: أيها الملك، أتيت إليك من أقصى البلاد، أتيت إليك بعد أن رفض القضاة والملوك والسلاطين إنصافي. أنا امرأة لا حول لي ولا قوة، وقد سلط الله علي رجلا لا يرحم، يضربني في كل يوم، ويهينني في كل ساعة. فسمع صوتها الملك سلطان، وعرفها من الصوت، فتذكر حين كانت تصرخ وتقول له: أنت رجل فاشل فقير، أنت لا تستحق بقائي، أنا لم أحتمل العيش معك. فقال لأحد حجابه: قل لها تتقدم بشكوتها وتكتبها في ورقة، ثم ادخلوها إحدى الغرف، ولا تجعلوها تراني، وأنا سأنظر في قضيتها وأحلها. فأخبرها الحاجب بما قاله الملك، فكتبت شكوتها في ورقة، ثم أدخلوها القصر، وأعدوا لها غرفة، واستضافوها وأكرموها، وقالوا لها: يقول لك الملك إنك في حمايته، فسيفعل المستحيل لإنصافك، وسيخلصك من زوجك الظالم، فلا تبرحي غرفتك هذه حتى يأتيك الخبر الذي تنتظرينه. أرسل الملك سلطان رسالة إلى الملك الذي يحكم قرية سلوى وزوجها الظالم، كتب في الرسالة: من الملك سلطان ملك مملكة اليمن إلى الملك هشام ملك مملكة نجد، إما أن تسلموا فلانا لتقديمه للعدالة بقناعة ورضا، أو سأرسل إليكم جيشا يقلب أعلى مملكة سافلها. وعندما قرأ الملك هشام الرسالة ارتعب، وأمر بإحضار زوج سلوى الظالم، وأمر بتقييده وإرساله مع بعض الجنود إلى الملك سلطان.
وحين أقبلوا به إلى الملك قال لهم: لا تجعلوه يراني حتى تحين المحاكمة، أدخلوه السجن حتى استدعيه هو وزوجته. وحين حل المساء دخل الملك سلطان عند زوجته وهو بغير عادته مهموم كئيب. سألته الملكة قائلة: ما بالك أيها الملك؟ لم أرك بهذا الحال منذ تزوجتك. فأخبرها سلطان بقصته مع سلوى وقصة خيانتها حتى وصولها إلى القصر طالبة العدالة. فاستغربت الملكة وقالت: سبحان الله، كيف يتحول الظالم لمظلوم؟ وكيف يصبح الغدار مغدورا؟ ثم سألته: بعد كل الذي فعلته بك هل ستحكم لها أم عليها؟ فقال: أحكم بما هو عادل، فلست حقودا حتى استغل منصبي للانتقام. سأعتبرهم مثل من سبقهم بالامتثال لحكمي، سأنصف المظلوم وأجازي الظالم. وفي الصباح استدعى الملك سلوى من غرفة الضيافة، واستدعى زوجها من السجن، وكان قد أخبر الحجاب أن يغطوا على أعينهما بقماش لكي لا يروه حتى ينطق بالحكم، ويبعد القماش. أحضروهما لمجلس الملك فأجلسوهما، ثم قال الملك سلطان: أخبريني بقصتك معه من البداية إلى النهاية. فقالت: يا سيدي، أنا فتاة تزوجت سابقا برجل صالح أحبني وأخلص لي، وكان نعم الزوج ونعم الرجل، ولكن كان عيبه أنه فقير، فدخلوا بيننا بعض الوشاة حتى غيروا مشاعري تجاهه، وجعلوني أنحرف. فلا أخفي عليك بأنني ظلمته وخنته، لقد حاول معي لكي أبقى معه، ليتني سمعته، ليتني لم أخنه. فقال لها الملك: وأين هو الآن؟ قالت وهي في غاية الحسرة والندم: لا أدري، بعد أن أجبرته على الطلاق رحل من البلدة، ليتني رحلت معه، إنما حصل من هذا الرجل الظالم هو بسبب ظلمي له. قال: وماذا حصل بعد ذلك؟ قالت: تزوجت من هذا الرجل، وبدأ يظهر وجهه الحقيقي. بالأول كنت كلما ضربني أذهب لمنزل أبي وأمي، ولكن توفي أبي، وتوفيت بعده بأيام قليلة أمي، ولم يعد لدي من ألجأ له. شكوته لكل القضاة والأمراء والملوك في كل تلك الممالك، ولم أجد أحدا ينصفني، حتى أشروا علي بك وقالوا بأنك ملك عادل، فأتيت إليك مسرعة على قدمي الحافيتين أرجو عدلك، فأنت والله لا أريد سوى أن تجعله يلقي علي الطلاق ويتركني في حالي. قال الملك: ماذا تقول في شكواها؟ قال: هي كاذبة وخائنة، فقد اعترفت لك بأنها خانت زوجها السابق، فمن خان مرة يخون كل مرة. قال الملك: حتى وإن كان ما قلته صحيحا، لا يجوز لك أن تستعبدها وتضربها وتهينها. ألقي عليها الطلاق وأرح نفسك من شكك، وأرحها من الضرب والإهانة الآن، إما أن تلقي عليها الطلاق، أو أضعك بزنزانة لا ترى فيها الشمس أبدا. قال زوج سلوى للملك: وإن طلقتها فليس لديها مكان تسكنه، ولن تجد من يطعمها أو يسقيها. قال الملك: لا عليك، فقد أمرت ببيت لها وراتب، وأمرت بمن يخدمها، ليس لأجلها بل لوجه الله. فألقى عليها كلمة الطلاق. وبعدها قالت سلوى: سيدي، لقد أنصفتني وأكرمتني بما وهبته لي، يبقى لدي طلب واحد أطمع فيه. قال الملك: اطلبي، إن كنا قادرين على تلبيته فلن ندخل. قالت: أريد أن أرى وجهك. السؤال موجه لكم: هل سيلبي الملك طلب سلوى؟ ولو كنت في مكان الملك ماذا ستفعل، وأنت ترى من خانك بين يديك يرجو إنصافك؟